تعالوا نعمل مع بعض أجمد طبق رنجة هتاكلوه في حياتكم. لو جربتوا الطريقة دي مش هتعتمدوا غيرها. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. غسلت هنا الخضار بتاعي، ده فلفل حراق كنت جايباه ان هو بيبت بس طلع حراق، وهحط معاه قرن فلفل رومي وطماطمايه جامده هقطعها وهطلع القلب منها مش هحطه، ودول بصل اخضر، حبه بصل اخضر كده هحطهم. مش دي بس المكونات، تابعوا عشان تعرفوا الباقي ايه. بعد ما قطعت الحاجة حطيت كمان حتة بصل أحمر وشوية شبت، بتخلي طعمها بجد خطير جدا. وبعد كده عصرت الليمون، وبعد كده بدأت زي ما انتوا شايفين كده انضف الرنجة. يعني الرنجة تنظيفها سهل، مفهوش أي حاجة خالص. وقطعت بقى كل الحاجات كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا احط المكونات بتاعتي على بعضها. بعد كده عملت ايه، هبدأ بقى ان انا اعمل احط الطحينة دي. عايزة اقول لكم انا اللي عاملاها بصراحة، اطعم وانضف واوفر كتير من بره، وباذن الله هبقى اعملها لكم في فيديو واقول لكم المقادير المظبوطة بتاعتها. المهم انا حطيت معلقتين كده حلوين من الطحينة، وهتلاقوني في الفيديو برضو رحت مزودة معلقة تانية لان حسيتها ايه محتاجة. انتي وعينك وانتي وذوقك، الاكل ده اذواق. بتحبي الطحينة حطيها، ما بتحبهاش خلاص براحتك. بتحبي الطحينة كتيرة كتري. يعني هي الصراحة بتخلي طعم الرنجة حلو قوي. انا بحب دايما ان انا اكل الرنجة، بحب الصراحة ان انا احط لها طحينة وازودها كمان. فانا هنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا لونها كان ايه فاتح شوية، حسيت ان هي عايزة شوية طحينة كمان، فرحت حاطه لها ايه شوية الطحينة، وكمان برش لها ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، شوية كمون. في ناس بتحط فلفل اسود، في ناس بتحط خل، فدي برضو انت وحظك. في ناس كمان بتحط مايونيز، بصراحة انا ما بحبش خالص ان انا احط لها ولا مايونيز ولا ان انا احط لها خل. والبهارات الحاجة الوحيدة اللي انا بحطها لها هي الكمون. بصوا بقى كده شكلها بعد ما كله بقى ايه، كل المكونات كده ايه اتجانست مع بعضها كده وشربت من بعض. هبتدي بقى ان انا ايه احط كده من فوق الوش ايه شويه زيت، يعني ايه حاجه بسيطه كده، رشه بسيطه من الزيت، ما تكتروش. بصوا بقى كده شكلها. احنا هنا بقى بنعمل ايه، الطبق الكبير ده احنا مش بناكل منه، يعني بنعمل الطبق الكبير اللي هي الكميه كلها. انا كنت عامله رنجيه، وبعد كده بروح بقى واخده ايه في الطبق اللي انا هاكل منه، بروح حاطه فيه حبه على قدي. بجد يا جماعه تحفه تحفه تحفه. لو جربتوا الطريقه دي مش هتعتمدوا طريقه غيرها خالص. الليمون مع الشبت بيبصوا بيخليها في حته تانية، ومع شويه الطحينه يعني بصوا حاجه خطيره.